كل سنة وانتوا طيبين، كل سنة وانتوا حلوين، كل سنة وانتوا مجمعين مع حبايبكم وولادكم واصحابكم. ربنا يبعد عنكم الناس الوحشة، الناس الزنانة، الناس اللي خاربة بيوت وخاربة نفوس وخاربة علاقات. ده عيدنا، عيد الأضحى، كل سنة وانتوا طيبين. ودي الصينية بتاعتنا، دي الراعي الرسمي في الأعياد. الصينية دي كل عيد بحطها، تفضل من أول اليوم لحد نهاية اليوم. الكيكه دي كانت تورين بنت، كانت قريب بنتي اللي عاملاها، والقرص دي كانت جايه من عند الجيران. وبقولك الصينيه دي بتفضل معايا طول اليوم، اللي عايز ياكل بياكل، حد دخل عليا بياكل، يا دوبك بشيل الغطا بتاعها ده وخلاص على كده. بعد بقى ما صلينا وفطرنا والحمد لله، دخلنا نمنا بتاع ساعتين 3 كده، وبعد كده قمت اجهز الغدا بتاع العيد. وانتوا بتناموا في العيد؟ انا ما بنامش غير في العيد، يعني انا بفضل اقضي طول قبل العيد عشان اجي في العيد انام يعني. آه انا كنت قبل العيد كده كان جوزي اداني فلوس وقال لي انزلي هاتي لحمه عشان خاطر العيد، يعني كمان السنه دي احنا الجماعه مش مضحيين وكده. فاحنا متعودين من اول ما انا ما اتجوزت، المفروض انا 17 سنه السنه دي، فمتعوده ان انا يوم عيد الاضحى ده بنقضيه مع بيت العيله وكده. فالسنه دي ما حصلش نصيبه وقضيته في شقتي، يعني اول سنه اقضيه في شقتي. فطقوسي كانت مختلفة شوية، يعني احنا لما بنبقى في بيت العيلة انا ما بنامش يعتبر، انا بنبقى مطبقين بقى ونفضل طول اليوم معاهم، وبعد كده نطلع اخر اليوم بننام، نجهز لحمتنا ونظبط حالنا، وطبعا بنبقى متغدين معاهم وكده. كنت برضو انا اللي ببقى عاملة الفتة، وحتى لما كنت بروح عندهم تقولي اعملي لنا الفتة. فالحمد لله يعني بحس ناس كتير بتحب تاكل من ايدي الفتة. انا السنه دي عملت الفته، بس انا عارفين حسيت بتعب رهيب، يعني حاسه ان انا من يوم العيد انا مش موزونه. يعني انا بكلمكم بسجل لكم الفيديو ده رابع يوم العيد، او هو هينزل لكم رابع يوم العيد، لان انا والله يعني انا مجمعه لكم اليوم الاول والتاني ويعتبر التالت برضو، بتفاصيل بسيطه يعني. بس انا ما كنتش قادره اخد نفسي، يعني انا من يوم العيد وانا حاسه ان انا تعبانه وعندي اجهاد رهيب، مش قادره اقوم اقف كده، لو حتى وقفت شويه بحس ان انا بهمد وببقى تعبانه ومش قادره اعمل اي مجهود. فسيبكم مني بقى وندخل في الفيديو عشان ايه مطولش عليكم. هنا بقى كنت بعمل الفتة، حطيت معلقه سمنه معلقه زيت ورحت نازله عليها بالتومه، هفضل اقلب فيها. وهنا اللحمه كانت المفروض بتستوي زي ما انت شفتي، انا حطيت في اللحمه ايه، حطيت بصله وحطيت ورق لوري وحبهان ومكعب مرق عشان يسكر الشوربه. ولو عندك بقى ملح صيني، ملح صيني، هما بيقولوا عليه ملح صيني، انا بصراحه يعني شفته عند خالتي كنت بعمل اكل وقلت تضيفي عليه من الشوربه وشوفي طعم الشوربه بعمل ازاي. وبصراحه مخلي الشوربه في ناحيه في حته تاني، يعني حاسه ان الشوربه كان طعمها حلو فعلا. حتى لما سالتها وايه ده خالتي قالت لي ده ملح صيني بس بيبقى مخلي الاكل حلو. فانا ما جربتوش بصراحه، فلو حد بيعرف عنه يعني او بيسمع عنه جربوه هتلاقوه حلو. هنا بقى ضفت على التوم بابريكا وكزبره وملح، وهقلب كل ده لحد ما التومه معايا بتتحمر. بعد كده هنا كنت ضاربه بقى شفشقين طماطم، وهنزل عليهم على التومه دي بالشفشقين الطماطم، واللحمه بتكمل سواها عادي. اللحمه عشان تستوي ظبطي اللحمه بتاعتك خالص. سيب اللحم، يعني في ناس بتحمرها، انا اوقات بحمرها لما ببقى الدنيا مظبوطه معايا. بس انا قلت لكم اليوم ده انا كنت حاسه كل حاجه تقيله عليا، مش قادره اعمل حاجه، يعني انا قايمه ايوه انا كنت عندي حماس من قبل العيد وكده، بس يوم العيد انا قمت تعبانه، مش عارفه هو السهر مراوح مش فاهمه، بس انا كنت حاسه ان انا مش قادره اعمل اكل، بس مضطره ان انا اعمل اكل. فاللحمه هنا بقى طشيت التومه بالخل وهسيبها تغلي حبه، وبعد كده انزل عليها بالطماطم. هنرجع بقى للحمه، اللحمه هتسويها، تحطيها في ميه سخنه زي ما انت ما شفتي كده. بعد ما تبتدي تحسي ان هي داخله على سوا، روحي حاطه لها معلقه الملح او معيار الملح بتاعها. وبعد كده سيبيها على نار هاديه شمعه، سيبيها تستوي، هتحسي اللحمه مستويه قوي معاكي وفي نفس الوقت متماسكه، يعني مش دايبه، مش مهريه ومقلول بركتها. بس انتي اهم حاجه في اللحوم هدي النار عليها عشان تاخدي، او في الاكل عموما لما بتهدي النار بعد ما بيبقى الحاجه بتغلي تيجي تهدي النار عليها كده، تحسي الحاجه بيبقى لها طعم كده يعني انا جربت الموضوع ده فحسيت بصراحه بيفرق في طعم الاكل. هنا بقى كنت ضفت الطماطم على الصلصه، وهضيف كمان مكعب مرق وملح ومعلقه سكر عشان الحموضه، وهسيب كل ده يتقلب مع بعضيه، واسيبها برضو على نار هاديه بعد ما تغلي معايا. اهم حاجه ان النار الهاديه تهدى بعد ما الحاجه تغلي،
بعد ما هتفور معايا كده هركنها بقى على نار هاديه وابتدي اعمل في الرز. لحمه هنا كانت المفروض خلاص بقى يعني، هي خلاص قربت، خلاص المفروض باين على شكلها اهو سوا، بس انا برضو وطيت عليها خالص لحد ما كنت تاكليها كده تحسي بتدوب في بقك، بس القطعه متماسكه، حته اللحمه كده بخيرها، لان اللحمه ما بتستوي قوي بتقل بركتها. لا ما شاء الله كانت اللحمه حلوه. والجزار احنا بنتعامل معاه بصراحه ربنا يبارك له يا رب ويسعده، احنا يعني بيت ابويا من زمان بيتعاملوا معاه، فلحمته بصراحه تحفه. ربنا يديله الصحه ويبارك ما بين ايديه يا رب. حطيت بقى هنا معلقه زيت ومعلقه سمنه، وهبتدي اعمل في الرز بتاع الفته. رز الفته احنا اتكلمنا قبل كده في موضوع الفته، لازم تغلفيه بالسمنه كويس. ولو عندك بقى آه، مستكه، عودين مستكه كده وتحطيهم، يا سلام، بيخلي الرز يعني بيبقى في حته تاني، متعرفيش هو بيبقى طعمه بيبقى حلو قوي. بتحطه ازاي؟ بتحطه مع السمنه مع الايدام بتاعها في الاول يعني، مع السمنه بتسيح كده قبل ما تحطي الرز، بعد كده بتقلبي بقى وبيبقى مدي طعم حلو قوي للرز. اهم حاجه في رز الفته او في اي رز انك انتي تهدي النار عليه شويه بعد ما يغلي، وبعد كده تكوني محمراه كويس. طيب انا ضفت معلقه فلفل اسود وحطيت مكعب مرق. طب ما الفلفل الاسود هيسود الرز، انا بحب طعم الفلفل الاسود حتى في البشاميل اللي بحطه. الناس يقولوا لي حطي الفلفل الابيض، بس انا ما بحسش ان هو نفس طعم الفلفل الاسود، فانا بحط يعني كل اللي يعجبك وقول، بس اللي يعجب الناس، فانا اللي هاكل يعني. فمش شرط، عادي ما يسود عادي، المهم ان انا باكل حاجه انا حابه طعمها يعني. هنا بقى اسيب الرز لما يتظبط معايا خالص، وبعد كده هنزل عليه بالشوربه، معيار الشوربه بتاعي زي ما الرز هياخد، انا بحط كيلو وبحط له شوربه لحد ما بيعوز يعني. هنقل بقى الرز بعد ما يغلي الغلوه دي، هنقله على نار هاديه، وبعد كده بقى المفروض انا كده بفنش في الاكل، الصلصه على البوتاجاز واللحمه بتكمل سواها، ويا دوبك هحمر العيش بتاع الفته. جبت رغيفين كده بلدي وقطعتهم طراي، يعني مش لازم يبقى ناشف، وقطعتهم ومعلقه سمنه وقلبت فيهم زي ما انتوا شايفين كده، وبعد كده هنزل عليهم بقى بالطشه بتاعتي، من كان توم، صلصه زي ما تحبي حطي، انا بحب كده اغرقه بالصلصه شويه، وبعد كده بضيف عليه الرز والشوربه، بضيف الاول صلصه وبعد كده بضيف شوربه بسيطه، وبعد كده بضيف الرز وبحط اللحمه زي ما هنشوف مع بعض كده. الرز فعلا هنا غامق شويه عشان الفلفل الاسود، بس كان طعمه حلو. هنا بقى احط اللحمه واضيفها على الفته زي ما انتم شايفين كده، ما شاء الله شايفين سوا اللحمه، انا ما حمرتهاش والله، انا كنت بقول لكم في اليوم ده تعبانه فبستسهل عمايل الاكل. حطيت معلقه الصلصه وحطيت صلصه لوحديها، واللحمه في شوربه وصلصه على اللحمه للي عايز، وحطيت طبقين كمان من الصلصه زي ما انتم شايفين كده، وطبقين من الشوربه، وخلاص على كده. وده كان غدانا يوم العيد. كده خلصنا بقى اول يوم العيد، ودخلنا في تاني يوم. تاني يوم احنا كان جايلنا رجل عجالي، رجل بقرة او جاموسة ايا كان. فانا كنت ناوي اعمل لكم عليها فيديو، لان انا كنت منزله فيديو في اول القناه ازاي انضف الرجلين وكده، فطبعا انا قلت لكم ان انا كنت تعبانه فما كنتش قادره. ابو اياد بقى الله يبارك له قال لي طيب بصي اقفي معايا بس وانا هعملها، هو طبعا استاذ في الحاجات دي، بس هو له فتره بقى راجل معتزل الموضوع ده. هو اللي علمني يعني ايه انضف رجلين، ما كنتش ليا في السهاري دي خالص، بس اتعلمت والحمد لله بقت في نتيجه حلوه. فهو قال لي بس اقفي معايا وانا بعملها وخلاص على كده، ففعلا انا جبت كرسي وقعدت قصاده بقى كده اتفرج عليه. هنا بقى كان منضفها زي ما انتم شايفين كده، وانا جيت خدت منه شويه، قلت انضف بقى بداله شويه. ابتديت بقى انضف هنا شويه، والحمد لله يعني كنا بنساعد بعض. هو خد مني بقى لما لقى ان السكينه بتتهز في ايدي كده ففعلا ما كنتش قادره اتحكم فيها. الحمد لله هو كملها، ربنا يبارك فيه يا رب وما يحرمنيش من وقفته ابدا. والحمد لله تمت المهمه بنجاح.
طبعا اخراج او هتخلع الضافر ده، الضوافر الصغيره دي ما بتتعبش قد الكبير. فالغريب ان انا بقى كنت بديله معلومات كأن انا اللي معلماه، فهو بقى يبص لي ويكتفي ان هو يسكت، يعني يسكت ويضحك، يبص لي بابتسامه اللي هو انت يعني هو انت اللي معلماني، ما انا اللي قايل لك كل المعلومات دي. فحتى بدي قلت له لا بس انت سيبه على النار كده يتحرق والدنيا هتبقى تمام، برضه بص لي كده واكتفى ان هو ابتسم، يعني ما بحبش يحرجني بصراحه. فالحمد لله. لا هو بصراحه اللي علمني، يعني في اساسيات كده في التنظيف، بما انه هو اصلا كان والده جزار وكده، ف ففاهمين في المواضيع دي. فلا في التنظيفات والحاجات دي حاسه ان هو ما شاء الله عليه، يعني عنده درايه. بس طبعا هو معتزل من فتره، فاكيد نسي، يعني نسي موضوع التنظيف، لكن هو كجزار بيجزر كل عيد الحمد لله. هنا بقى حطها زي ما انتم شايفين كده، وبعد كده بقى ايه هيسيبها لحد ما تتحرق خالص. بتوسعي بقى الضفر زي ما انت شايفه كده، وبعد كده بتروحي شايلاه بسهوله، بعد ما بيتحرق كده بيبقى سهل ان هو يخلع منك، يعني ما تقعديش بقى تقولي احطه في ميه، ولا هو النار بتجيب من الاخر. ما شاء الله بقى كانت اتنضفت وتمام، لميت الدنيا بقى اللي انت شايفاها كده، وبعد كده بقى كانت هو مهمته انتهت لحد كده. مفروض يعني ان هو كان خلاص بقى، الراجل قال لي انا كده عملت اللي عليا، قلت له كتر الف خيرك وخلاص. فجينا بقى ايه بعد ما غسلتها وظبطتها، قلت له طب ما انا كده هعوز ان هي تتقطع، فقلت هجرب. انا كنت شفت طريقه كده على اليوتيوب، ست جزاره اصلا بتقطع، فبقيت انا ايه عايزه اقطع زيها، بس انا ما كنتش قادره اصلا امسك السكينه زي ما قلت لكم. هو بقى ما شاء الله هنا قال لي طب اوعي بقى كده انا هكمل وعدي الجمايل. هو والله جمالك كتير يا ابو ادم مغرقانه، بس يلا بقى ونصيبنا كده يجي العيد واحنا تعبانين بالشكل ده. ففضل بقى كان فيها حاجة تاني، ويعني الحمد لله فنشناها تفنيشة حلوة واتنضفت، وان شاء الله بقى اعمل لكم معايا فيديو او اعمل لكم عليها فيديو ان شاء الله لما اجي اعملها. وهنشوف. لا انا شفت التنظيفات في المركز عندنا، يعني لما جيت عند الجزارين، لما جيت اشتري اللحمه، لا منظر الكوارع هناك حاجه، والكارع عامل 350 و300، واللي هي اللحمه الكبيره دي هي اسمها ايه الكاسر، عامل 250، وتنظيفه يقرف حاجه كده. مرضتش ان انا اتعامل معاه خالص. هنا بقى كنت قلت له لا انا عايزه اقطع بقى، فاقطع ازاي بقى، انا مش قادره اصلا امسك السكينه، فعماله اقول له لا ده السكينه بارده، وانا اصلا مش قادره ادوس على السكينه كده اضغط عليها. هو اخدها مني بقى وكمل الله يبارك له يعني، وقطع لي الرجل زي ما انت شايفه كده، وظبطها بقى تظبيط يعني ما شاء الله عليه. المهم اقسمها زي ما الضفر كده 4 قطع، والماسوره ديتي ظبطها كده، حدد عليها كده بالسكينه وكسرها، برضو موجود معاكم في الفيديو كل ده. كسرها 3 قطع برضو، دي حته حلوه يعني مش اي حد بيعملها، الناس الشاطره بس هي اللي بتعمل كده. فانا جوزي جزار شاطر يعني. فالحمد لله. هنا بقى حددها اهو بيكسرها. وكده بقى كان المفروض ان الفيديو بتاعنا اوشك على النفاذ، والحمد لله بعد ما جت طلعت غسلتها كويس بميه وملح وليمون. بلاش ملح، يعني انا ما غسلتش بملح، هي ميه وليمون. بلاش خل بقى في اللحوم، لان ممكن الخل تضيفيه لو عندك ممبار او حاجه، او السمك طبعا، انما انا في اللحوم والفراخ ما بحبش احط خل خالص. هنا بقى كانت خلاص، واشوفكم على خير فيديوهات تانية اجمل واحسن.